أهلا بكم أحبتي المشاهدين في برنامج شباب عراقي. جولتنا اليوم راح تكون عن تحقيق حلم شبابي، حيث استطاع شاب رياضي أن يصنع سيارة مستوحاة من الخشب بصمة لإبداعه. تابعونا. مصطفى، ممكن تتحدث لي عن فكرتك أو حلمك لصنع سيارة من الخشب؟ والله بصراحة يعني كانت فكرتي من زمان، يعني أسوي شيء يعني غريب. وأنا أصلا يعني أحب الشغلات الغريبة، ما أحب شغلة متكررة. هاي السيارة هي مثل ما تشوفيها، صارت يعني بالبداية كان شكلها كلش تعبان وصعب. هي أصلا كانت سيارة؟ اي كراون 81 تاكسي، هي تريد تسقط. فطرحت المسألة على ولد صديقي عبودي، قلت له عبد الله عندك سيارة تريد تسقطها هاي؟ فقلت له لي غاية بيها، اريد اسويها من ماكو الى اكو، يعني العالم يسولف بيها. قال لي وهاي سعرها 25 ورقة يعني كرقم، فأنا ححاول أوقع لك 15 ورقة إذا سويت اللي ببالك. فساعدني بيها هو بوقتها. رحنا على السيارة شغلناها، من شغلناها طبعا طلعنا نروح اشتغلت هي. اي فطبينا بيها على شارع السفينة. أي قبل ما تصنع؟ اي بالبداية. فالعالم يوخرون من يمها، لأن تعرفين تراب عليها ودخان وهيك تسوي يعني. رتبت عاد، طلعت البيبان شمرته، المحرك شمرته، بقيته بس شاصي. زين ايش قد استغرقت هاي؟ صار شهرين تقريبا، وبعدها ما كامله للعلم. يعني تقارير مثلا تطلع مال اجانب، مثلا امريكي هيك يسوى، استرالي هيك يسوى، او ردت اوصل فد فكره. يعني اكو بالعراق هوايه امكانيه، مو الا انا، يعني هوايه شباب وناس يعني يقدرون يسوون شغلات كلش حلوه. اي تمام. اي بس يعني العفو ست، يعني ما حد يدعم هاي الامكانيات اللي موجوده بالبلد بالعراق يعني. أحلام شبابية بانتظار التحقيق فقط، لا بد أن تكون الهمة والإصرار على تحقيقها. لبرنامج شباب عراقي، مها الصافي، بغداد.